السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم اسماء منصور. عارفين احنا هنعمل ايه النهارده؟ ايوه، هنعمل صوص الجبنه الشيدر زي بتاع المطاعم بالظبط، اللي بيتقدم مع البطاطس وكمان المشويات زي الكفته والستيك والحاجات دي. هنعمله ان شاء الله بطريقه سهله جدا وهو مش معقد ولا حاجه. هنقول المقادير بتاعتنا سريعا كده. انا عندي هنا تمن شيدر اصفر وتمن احمر. انا بعمل على قد الاكل بالظبط، يعني احنا بنحبه سخن وبنحبه فريش كده ويبقى طازه، فمش بعمل كميه علشان ما تقعدش واضطر ان انا اسخنها لتاني يوم. فانا عندي هنا التمن. باخد لكل تمن من الشيدر نص كوبايه من الحليب، ونص معلقه كبيره من بتاعه الاكل نشا. اول حاجه اعملها ايه؟ هجيب كزرولة او طاسه او حله او اي حاجه. هحط النشا وانزل بنص كوبايه الحليب بتاعتي، وهقلبه طبعا على البارد كده قبل ما انزل على النار علشان النشا بيكلكع. طبعا هنقدم الصوص الجميل ده مع البطاطس. اعملوه بقى في البيت، احسن واوفر بكتير وانضف بكتير طبعا من بره. خلاص النشا بتاعي داب خالص تماما اهو. نيجي بقى على النار. حطيت بقى الحليب على النار اهو والنشا. اول ما الخليط بتاعي ده بيبدأ يسخن، هنزل بقى على طول بالجبنه الشيدر بتاعتي، ونستمر كده في التقليب. او ما بياخدش يعني كتير على النار، دقيقتين على طول وبيبقى جاهز. ممكن بقى كده بلو كده. طبعا نستمر بالتحريك علشان ايه؟ النشا ما يكلكعش، وكمان علشان الجبنه بتاعتي يعني تدوب كويس. شايفين بدأت تفك ازاي؟ اهم حاجه يا جماعه في الجبنه دي ان احنا نختار نوع جبنه يكون كويس جدا، مش اي نوع وخلاص. يعني اختاروا النيوزيلندي حتى لو كانت غاليه شويه، بس هي احلى واجمل نوع. بتبقى بيوري قوي كده، لان في ناس كتير قوي بتشتكي من موضوع الجبنه ده، بتقول ان هو مش بيظبط معاهم. شايفين بقى القوام بتاعه تقل وبقى جميل ازاي؟ طبعا هو كل ما بيقعد بيبرد. يعني هو خلاص كده اتظبط. ما كملش الدقيقتين. هنزله بقى في البوله كده. ننزله بقى كده. شايفين القوام بتاعه ما شاء الله عليه. وطبعا كل ما بيقعد كل ما بيبرد وبيجمد وبيبقى احلى، وقوامه كمان بيتخن عن كده كمان. في ناس بتضيف مكعب زبده، بس انا بصراحه بكتفي ان هو الشيدر بيبقى فيه نسبه دهون شويه، فانا مش بحط له بقى زبده. الله، شايفين الجمال؟ هعمل برضو صوص الشيدر الاحمر بنفس الطريقه كده واوريه لكم. خلص بقى الصوص بتاعنا الجميل. شايفين؟ ده الشيدر الابيض وده الاحمر. في اللي بيحب يعمل ميكس بين الاثنين، يعني اللي بيعمل الاثنين مع بعض عشان بيبقى لونه كده ما بين الابيض والاصفر حلو قوي، بيبقى لون جميل جدا. بس انا بحب اعمل نوعين من الصوص، وطبعا عملت البطاطس دي معاها. شايفين بقى الصوص؟ اوريكم ان هو تقل وبقى جميل جدا. شايفين كل ما بيقعد بيتقل بالشكل الجميل ده. ودي الصوص الاحمر كمان. شايفين شكله؟ والله روعه. مش عايزه اقول لكم بقى الطعم حكايه. اتمنى بقى حبايبي تكون الوصفه دي عجبتكم. طبعا سهله وما فيهاش اي حاجه خالص. جربوها وان شاء الله تعجبكم جدا، والاولاد هيدمنوها. مش عايزه اقول لكم انا مش قادره اصبر اساسا مع البطاطس. طعم روعه جدا. يا رب ما كنتش طولت عليكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو بقى لايك وشير كتير، يمكن حد يستفيد من الفيديو ده، وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. بشوفكم ان شاء الله في وصفات تانيه. السلام عليكم.